تعالوا النهارده نعمل فراخ مشويه بتتبيله لذيذه جدا، في نفس الوقت هتاخد طعم وريحه الشوي وهنطلعها طريه وجوسي كده. هقول لكم على الطريقه الصح لشويها اللي طلعها لكم بالطريقه دي، طريه جدا وفي نفس الوقت واخده لون حلو قوي وطعم جميل جدا. يلا نشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه بعد ما غسلتها بالدقيق والليمون والطحينه والجنزبيل وغسلتها كويس جدا، هبدا ان انا اعمل لها محلول النقع. ده كنت منزله لكم قبل كده في فيديو، اللي هو كان عباره عن ميه ساقعه وشرايح ليمون، ولو عندكم شرايح برتقال بنحطه فيه، ورق لورا، حبهان، قرنفل، فلفل اسود حب، اي منكهات عندكم بتحطوها مع كوبايه سكر وكوبايه ملح. بتدوبوا الحاجات دي كلها مع بعضها، والميه تكون ساقعه من التلاجة او فيها مكعبات تلج كده، ونحط الفراخ فيها بعد غسلها. بنسيبها في محلول النقع ده اطول مده ممكنه تقدروا تسيبوها. لو مستعجلين او ممكن نص ساعه ساعه وتطلعوا منها، بتبقى زي الفل. ده بيسحب ريحه الزفاره، في نفس الوقت بيضيف للفرخه منكهات حلوه وبيخلي اللحم بتاعها طري وطعمه حلو قوي. بنطلعها بقى نصفيها من الميه دي وبنشفها بمناديل مطبخ بالشكل دوت. لازم الفراخ او اي حاجه سواء هنسلقها هنشويها لازم نشفها كويس جدا من الميه. بعد كده جبت بلانشة وهبدأ اعمل فتحات في الفراخ بالشكل ده. تقدروا تقطعوا الفرخة على 8 أو 4 او تسيبوها كده تفتحوها من الظهر بس، وبنشيل سلسلة الظهر طبعا، دي المنطقة بيبقى فيها زفارة. وهبدأ ان انا اعمل فتحات في الفرخة بالشكل ده عشان التتبيلة توصل لها بكل سهولة، وكمان عشان لما نيجي نسويها ما نلاقيش في الاخر قطع دم فيها. بعد كده هبدأ ان انا اجهز تتبيلة الفراخ. التتبيلة دي لفرختين: بصلتين، طماطمتين، قرن فلفل احمر حلو، هحطهم كلهم في الكبة، وعليهم البهارات بتاعتي: معلقة كبيرة بهارات فراخ، معلقة كبيرة بابريكا، فلفل اسود وملح، ومعلقة صغيرة توم باودر، بصل باودر، معلقة صغيرة او رشة بسيطة حبهان مطحون، وعليهم معلقة صغيرة زعتر وكزبرة، وهحط كمان معلقة صغيرة سكر ودي هتساعد على التسوية. وبعد كده هنزل عليها بعصير ليمونتين، معلقتين كبار زيت زيتون او زيت عادي، معلقة كبيرة دبس رمان، معلقة صغيرة صويا صوص. وهفرم بقى كل الحاجات دي مع بعضها فرم ناعم. وبعد كده هجيب الفراخ بعد ما نشفتها وانزل عليها بالتتبيلة الحلوة دي. عايزة اقولكم ريحتها تحفة، ريحتها جميلة جدا. بعد كده هتبل الفرخة كويس جدا من جوه وتحت وبين الفتحات اللي احنا عملناها. تبلت الفرختين كلهم بالشكل ده وكنت مشغلة الفرن يسخن. هنا احنا ممكن ما نسيبش التتبيلة دي على الفراخ كتير ونشوي على طول، او لو حابين تسيبوها ساعتين مثلا في التلاجة عادي خالص مفيش مشكلة. هنجيب بقى صينية عشان طبعا نطلع الفراخ بتاعتنا جوسي وطرية وما تنشفش مننا في الفرن. انا هشوي النهاردة على شبكة الفرن، لكن جهزت صينية حطيت فيها شرايح ليمون وبقية التتبيلة، وهحط عليهم مية سخنة وهحطها على ارضية الفرن، والفراخ هحطها على الشبكة. والخطوة دي هتساعد في تسوية الفراخ وانها تكون طرية. البخار اللي هيطلع من المية دي بالنكهات بتاعته اللي احنا حطيناها دي كلها هتسوي الفراخ وتطلع طرية معانا زي ما شفنا في اول الفيديو. بعد ما اتشوت خدت حوالي ساعة ونص في الفرن او ساعتين الا ربع. اول ساعة الا ربع بسيبها على نار عالية، بعد كده بهدي النار عشان تستوي كويس معايا، واخر ربع ساعة بعلي الفرن او بولع الشواية تاخد لون. انا هنا ما ولعتش الشواية، انا سبتها تاخد كده اللون بتاعها طبيعي من غير شواية. ولعت فحمة وطفيتها بشوية زيت، وهبدأ بقى ان انا اغلفها كويس بالفويل 5 دقايق كده. انا كان عندي هنا فرختين، واحدة طلع اوردر والتانية هناكلها، فغلفت خلاص بتاعت الاوردر. ودي بقى بتاعتنا اللي انا هقطع منها دلوقتي وهوريكم ازاي هي طرية. يعني مش قادرة اقولك كمان الطعم بتاعها كان حلو جدا. وبس كده اكون خلصت احلى والذ فراخ مشوية. متنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للصفحة.